السلام عليكم ومرحبا بكم حبيباتي الغاليات. اليوم مع وصفات كوكب الطبخ الجزائري جيتكم وجبت لكم وصفة في الشباب، وهي وصفة البريوش مقطن وبمقادير رائعة بحشوة الشوكولا. ما عليكم غير تبعوا الفيديو من بدايته لنهايته حتى نكتشفوا مقادير الوصفة. لي طاحت عينها على الفيديو تاعي نقول لك مرحبا بك. دخلي للقناة وعملي لنا اشتراك ولايك للفيديو وبارطاجي اذا حبيتي حتى يستفيد الجميع. ومع الاخر واش نقول لكم فرجة ممتعة طيبة مع المقادير. الله على بركة الله نبداو في ريسيبيون البنات. نحطوا ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز تكون مملوءة، نزيدوا معاهم 6 ملاعق تاع سكر. هاد الملعقة نفس الملعقة تاع الأكل تكون كبيرة، 6 ملاعق سكر كبار. فوالا 6 ملاعق حبيبات تاع السكر. نزيد لها ملعقة فانيليا، ملعقة تاع قهوة كبيرة تكون بومبي مقببة تاع الفانيليا باش تعطينا اكو تعرفوا النكهة البنينة للبريوش ديالنا. نحتاج الى كاس ونصف من الحليب يكون دافي، هذا الكاس اللي يوزن 220 ملي دائما خدموا به. تابعها نصف كاس من الزيت. بالنسبة للزيت تحبي ديري زيت، تحبي ديري زبدة تكون دايبة وباردة، لكن الاختيار. هنايا نزيدو بياض حبة تاع البيض، بياض حبة تاع البيض. قوموا بعملية الخلط، نخلطوا المكونات مع بعضها حتى تتجانس. هنا كنت وجدت 4 كيسان ونصف من الفرينة، كنت غربلتهم جيدا بالغربال ووجدتهم. فوالا نحطوا الفرينة، قلنا 4 كيسان ونصف، هذاك الكاس اللي يوزن 220 ملي. غربلتهم وحطيتهم في هذا الريسيبيون، ونزيد له ملعقه كبيره تاع القهوه تاع الملح. لازم نملحوا البنات باش نعدلوا المذاق، باش ما يجيناش البريوش صامت، على بالك يجيك مسوس لو كان ما ديريش الملح. هنا نخدم بيدي، نبدا نخلط بيدي، نحاول نلم العجينه. البنات العجينه لازم تكون تتلاصق، ضروري تكون تتلاصق باش تخرج لكم الوصفه ناجحه. قد ما تكون العجينه جاريه وتتلاصق قد ما يخرج لكم البريوش خفيف من الداخل. فوالا هنا شوفوا كيفاش لميتها بالعقل بالعقل حتى نتحصلوا على عجينه تتلاصق في اليد طريه. نرشوا شويه في البلون دو طرافاي فارينه، ونحطوا العجينه تاعنا. هنا راني نعاون في روحي بالفارينه، الدليل على ان العجينه راهي تتلاصق وطريه بزاف. سيسو روحنا فقط. هنا ما رانيش نعجن، راني نلم فيها فقط. نحكم الريسيبيون هذاك اللي خدمت فيه ونحط له كميه من الزيت. دهن الريسيبيون تاعنا باش ما تسقناش العجينه، ونحط العجينه تاعنا اللي لميناها. ننصحكم بهذا البريوش البنات، بريوش رائع وسهل توجديه تمتم. نغطوا العجينه تاعنا بالبابي فيلم كيما راكم تشوفوا. ونزيدوا نغطوها بطرشونه ونحطوها في مكان يكون دافي حتى يتضاعف الحجم تاعها. فوالا البنات هنايا شوفوا العجينه راهي تضاعفت في الحجم، هذا هو المطلوب. شوفوا حتى دارت الفقاعات. انا شوفوا فوالا نديكازيوها كيما راكم تشوفوا. شوفوا الاختمار، عجينه خفيفه هايله
نديرو في البلان دو طرافاي كميه من الفارينه ونحطوا العجينه تاعنا. شوفوا مازالها تتلاصق، ما تخلعكمش كي تكون تتلاصق هكذاك، لازم تكون هكذاك لانها راهي جاريه. هنا واش نديرو؟ نحكموا الكوبات تاعنا ونحاولوا نقسموها، نديرو حوالي 14، نقطعوا الى 14 كويره صغيره. دوك انتي سا ديبون، تحبي البرجوج تاعك يكون كبير كبري الحبه، تحبي صغير ديري كيما درت انايا تخرج لك 14 كويره. فوالا شوفوا كيفاش راهي منبله، راهي ما شاء الله عجينه ما شاء الله خفيفه. فوالا راني كورتهم كاع كيما راكم تشوفوا هنا، قلت لكم خرجت لنا 14 كويره. اللي تحب توزن توزن، انا درت عيني هي ميزاني دو فاصون يجوا الحبات كاع قد قد. هنا دوك نبدا نخدم فيها. شوفوا كيفاش نحلها بالطول، غير بيدك فقط، ما تحتاجيش كاع يدك الى حلال. فوالا كيما قلت لكم كي تكون العجينه مرتاحه وطريه تساعدكم في الخدمه. نرش لو بلان دو طرافاي تاعي بشويه تاع الفارينه باش تساعدني كي نروح نرفدها، ونبدا نحل كيما قلت لكم بالطول، طوليا هكذا. نديرها شويه تاع الفارينه باش نعاون روحي، ونكمل كاع الحبيبات بنفس الطريقه نفس الشكل بالطول هكذا. هنا نحكموا هاد الشوكولا، انا درت شوكولا تارتيني، درت اوبتيلا، لك الاختيار، تحبي ديري الحشوه كيما تحبي. تحبي اللي ما يحبش الشوكولا يدير لا كريم باتيسيير، يدير المعجون، ما يدير والو. فوالا ندير هكا خطوط، خطوط تاع الشوكولا هكا حشيتهم بالاخر. وشوفوا الطريقه اللي نغلقوا بها العجينه تاعنا، نتحصلوا على خبيزات يكونوا صغيرين. فوالا هذا هو الشكل، خبيزات صغيرين يخرجوا لكم ما شاء الله. نفورميو بالحبه، نحنا نساعدوا روحنا ونديروا الشكل مسقم هكذا نسويوه. انا السنيوه تاعي راني وجدتها، حطيت فيها بابي كويسون. دوك نكمل الحبيبات نفس الطريقه نغلقوا هكاك، ولازم نضغطوا جيدا باش ما تخرجلناش هذيك الشوكولا هكذا. هاي العجينه تتنغلق فاسيلمون خاطر راهي طريه بزاف. كمل كاع الحبيبات تاعي ونحطهم في السنيوه نستفهم. الفور راهو مشعول بيان سور على درجه حراره عاليه، المعجنات يحتاجوا الى درجه حراره. فوالا راهم واجدين هنايا. هنا في هذه الحاله نزيدوا نخليوهم يرتاحوا، نغطيوهم ونخليوهم يرتاحوا يخمروا، عفوا لازم يخمروا. هنا في هذه الحاله نحكموا هذاك صفار البيض تاع الحبه اللي درناها في درنا البياض، نديروا حوالي ملعقه كبيره من الحليب، نزيدوا لها ملعقه بومبي تاع القهوه من الفانيليا. راكو تعرفوا الفانيليا تنكه لنا البريوش تاعنا. بعد ما خمطها بحبه حتى نكملوهم. والتزيين اختياري، تحبي انا هنايا درت الكاوكاو ايفيلي، تحبي ديري اللوز ايفيلي، تحبي ديري سكر، تحبي مثلا ديري هذوك الشعائر تاع لي فيرميسيال او شوكولا انتي وتحبي. هنا نحطهم مباشره في الكوشه تاعنا اللي راهي سخونه بزاف، نحمروهم من الفوق ومن التحت ونخرجوهم. لازم يكونوا حميمرين هكذا، نخلوهم يبردوا هكذا، نخلوهم يبردوا ونحكموا السكر كلاص ونقعدوا ندردروا بالحبه. التزيين اختياري كما قلت لكم البنات. شوفوا الشكل تاعهم رائع. حبيت نزيد نعطيهم لمسه تاع الشوكولا، ديكور خفيف بالشوكولا هكذايا باش يزيد البنه على البنه. شكل رائع رائع البنات. نتمنى انكم تجربوا الوصفه وراكم رايحين باذن الله تنجحوا فيها.
ما تراطيوش، بريوش هايل نسحقوه في رمضان السهرات الامساك تسحروا به. وفي الاخر واش نقول لكم، احلى بريوش مقطن محشي بالشوكولا لاحلى مشتركات في القناه تاعي. نتمنى البنات انكم تبعتوا الفيديو من بدايته حتى نهايته، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم ما تنسوناش باللايك والاشتراك والبارتاج حتى يستفيد الجميع. وان شاء الله يا ربي تجربوا الوصفه وتنجحوا فيها. شوفوا هنايا الحبات جاو كاع قد هنا قطع لكم وحده، وشوفوا هالبنات كيفاش جات خفيفه ظريفه. فوالا في الاخير كما قلت لكم شوفوا كيفاش نقطع لكم وحده. في الاخر واش نقول لكم، خليكم في رعايه الله وحفظه. سلام البنات.